يا مساء الفل على أصدقائي الجامدين جدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بحلقة جديدة مع الساحر العظيم كايل. فلو ما كنتش شفت الجزء اللي فات لازم ترجع تشوفه الأول. انتهت الحلقة اللي فاتت لما بطلنا كايل أقسم بينه وبين نفسه إن اللي حصل له في المستقبل ده مش هيحصل تاني أبدا، وإنه المرة دي هيغير كل حاجة وهيحمي كل الناس اللي بيحبهم من المصير المهبب اللي مستنيهم بعد 3 سنين. وكايل عارف إنه لازم يكون جاهز ومستعد كويس ليوم الكارثة اللي هتحصل بعد 3 سنين ده، فبيقرر انه يشتغل على نفسه ويكون قوي جسديا، وده لانه حاسس ان قوة السحر عنده بقت عظيمة جدا، وده بفضل الحجر السحري الشيطاني اللي جابه من المستقبل، وان لازم قوته الجسدية تكون مناسبة لقوته السحرية. وعلشان كده تاني يوم بيبدأ تدريباته القتالية، وكان بيتصور ان صورة ملك الشياطين موجودة قدامه علشان يحاربها بشراسة، لكن بيكتشف ان قوته الجسدية والقتالية ضعيفة جدا، لانه في السن ده ما كانش بيتدرب كتير على المبارزة والقتال، فبيحاول يزود ضعف جسمه باستخدام تعويذات زيادة السرعة والقوة، لكن للأسف بيكتشف إن قوته الجسدية مش قادرة تواكب قوته السحرية. ساعتها بطلنا حس إنه لازم يشتغل على نفسه كتير جدا علشان جسمه يكون قادر على مواكبة القوة السحرية اللي عنده، وبيقرر إنه هيكمل تدريباته دي كل يوم. في الوقت ده بيكون أصحابه ليزي وثيرون واقفين يتفرجوا عليه، وكانوا مستغربين وبيقولوا الواد ده اتجنن ولا إيه؟ ما هو قدامهم بيحارب الهوا وكمان بيقع لوحده، فبيبدأوا يقلقوا عليه بجد لأن عمره ما كان بيقاتل بالشكل ده، وكان صاحبه بيغلبه على طول وعمر ما كان عنده إصرار بالشكل ده خالص. ساعتها بتيجي بطلنا وبتقول لهم بتعملوا ايه هنا؟ شكلكم كده ما يطمنش، زي ما تكونوا بتخططوا البلوى من بلاويكوا. فبيقولوا لها انهم مستغربين من اللي ابنها بيعمله ده، فهي كمان بتستغرب وبتسالهم هو بيقاتل ايه الواد ده؟ فبيقولوا انه بيتدرب بالشكل ده من الصبح وشغال تدريبات جامده جدا عمرنا ما شفناه بيتدربها قبل كده. ساعتها بطلنا شغلت دماغها وقالت لهم اكيد الواد ده اتعرف على بنت جديده علشان ما يغيرش الراجل كده الا وجود بنت في حياته. فالكلام ده طبعا بيخلي ليزي تشك ان بطلنا عارف بنت غيرها، وساعتها بطلنا كان بيريح من التمرين، وفجأة لقى ليزي قدامه ماسكة في خناقه وبتفضل ترج فيه لحد ما بيفور في وشها زي ازازة البيبسي كده وبيرجع كل الاكل اللي في بطنه. بعدها بتحس انها زودتها شويتين فقررت تصالحه، وعملت كل الاكل اللي بيحبه، ولكنه كان متضايق منها جدا، بس علشان عارف انها طيبة وبتحبه فبيسامحها. وبيستغل بطلنا وجود المعلمة بتاعتهم على الغدا وبيسألهم ايه احسن طريقة تخلي الواحد يقدر يخلي كل البلاد والملوك يتحركوا مع بعض، او بمعنى تاني يعني يتحدوا مع بعض. فصاحبه بيقول له ايه يا ابني السؤال الغريب اللي على الاكل ده؟ فالمعلمه بتقول له ان الكاهن الاعظم كل الناس حتى الملوك بيسمعوا كلامه، بس امه بتفكر شويه وبتجاوب وبتقول له انه البطل راندولف وده الشخص اللي هزم ملك الشياطين من 300 سنه. فبيوافقها صاحبه ثيرون وبيقول له ده مش بس البشر اللي هيسمعوا كلامه، لا ده كمان الالف والاقزام. فبطلنا بيسرح بتفكيره وبيقول لنفسه يعني الملوك والكهنه والابطال وانا مفيش قدامي الا سنتين، يعني كده الخيار الوحيد المناسب ان انا ابقى البطل. فكل اللي قاعدين على الغدا بيلاحظوا ان بطلنا سرحان وبيستغربوا جدا كمان من تصرفاته، ولكن المعلمه بتقول لهم مفيش حاجه، ده شكله بس بيفكر في المستقبل وكل اللي علينا اننا نراقبه كويس بس. وقتها بيحس بطلنا ان ظهره بيوجعه تاني زي وقت التدريب كده. بعدها بيفكر بطلنا ان معرفته للي حصل في المستقبل ده شيء كويس جدا، خصوصا ان ذاكرته قويه وفاكر كل التفاصيل، وبيقعد يقرا في كتب امه علشان يقدر يفهم ازاي يبقى بطل ويقدر يخطط لمحاربه ملك الشياطين. وبيدخل عليه ثيرون وبيقول له ده من امتى اهتمامك بالكتب ده؟ فبيقول له اول مره اعرف فايده الكتب اللي امي مهووسه بيها جدا دي. فبيساله صاحبه هو انت صحيح كنت بتتكلم جد وعايز تبقى بطل؟ فبيرد عليه وبيقول له طبعا وفي اسرع وقت كمان. فصاحبه بيقول له وانت فاكر ان الحكايه سهله كده ولا ايه؟ فبيقول له عارف يا سيدي انت بقى ما عندكش اي فكره تساعدني بيها؟ فبيتريق صاحبه بيقول له فكره عن ايه؟ تقصد هزيمه ملك الشياطين؟ فبيقول له لو كنت هزمته ما كانش ده بقى حالي دلوقتي. المهم بيسال ثيرون تفتكر ايه اللي لازمني علشان اكون بطل؟ فبيقول له طبعا القوه، اي بطل لازم يكون قوي جدا. فبطلنا بيقول له فعلا القوه مهمه بس القوه لوحدها طبعا مش كفايه. وصاحبه بيقول له امال برايك انت تفتكر البطل هيحتاج تاني ايه غير القوه؟ فبطلنا بيقول له انه اكيد هيحتاج الفلوس. فصاحبه بيقول له ازاي يعني الكلام ده؟ فبطلنا بيقول له طبعا مش هاخد فلوس علشان اساعد الناس، ولكن انا هحتاج فلوس علشان تدريباتي وادوات التدريب والسفر. فبيوافقوا صاحبه على كلامه لان كلامه منطقي فعلا. وبيكمل بطلنا ان البطل بيحتاج كمان العلاقات مع ناس مشهوره ومؤثره في المجتمع علشان اسمه يكبر ويتشهر بين الناس. ساعتها بيقلق ثيرون من تفكير بطلنا وبيحس ان تفكيره ده اكتر من كونه عايز يبقى بطل، وبيقول له شكلك كده عايز تبقى الامبراطور. بس بطلنا بيعرفه ان اللي معاه القوه والمال والشهره يقدر يوصل للي هو عايزه. فبيقول له صاحبه وعايز ايه تاني؟ فبطلنا بيقول له الحظ وكده يبقى 100 فل و14. وكمان بيقول له انا مش عايز اي حظ، لا انا عايز اكون في المكان المناسب والوقت المناسب اللي بتحصل فيه المصايب، وساعتها بقى هتدخل واحل المشكله وابقى البطل. فصاحبه بيقول له اوعى تكون ناوي على، فبيقطع بطلنا وبيقول له يا عم لا مش هعمل
المصايب واتظاهر بحلها. لا 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 ما تقولش كده، عيب. لكن انا عايز اقول لك ان انا مستعد استخدم كل الوسائل المتاحه حتى لو كان فيها شويه خداع. فصاحبه بيقول له الموضوع مش حكايه بطل مستقبلي، لا ده شكل الحكايه بقى اكبر من كده. فبيضحك بطلنا وبيقول له ان عنده اسبابه للي بيعمله ده، وبيقول له لازم تثق فيا يا صاحبي. فبيقول له تمام يا سيدي، وهتمنى لك كمان حظ موفق وهشجعك. لكن بطلنا بيقول انه متوقع انه هيساعده كمان. وتاني يوم بطلنا بيفاجئ امه انه مسافر في رحله علشان يبدا مغامره جديده. فامه بتوافق وبتشجعه على السفر والمغامره، وبتساله هو قال لليزي انه مسافر؟ فبيقول لها ايوه قلت لها، ولكنها عيطت شويه. فبتقول له امه معلش هي بس بتقلق عليك مع ان في السفر 7 فوايد. وبتساله فكرت تاخد الواد ثيرون ده معاك؟ فبيقول لها والله فكره هاخده طبعا. فالواد بيتصدم وبيقول لهم ايه يا جدعان في ايه، هو انا ماليش راي في الموضوع ده خالص كده. بعدها بطلنا بيقابل ليزي وبيقول لها انه هيسافر بعد يومين. فبتساله هتسافر على فين يا بطل؟ فبيقول لها انه هيروح الاول للعاصمه الملكيه علشان يشوف ادواته اللي محتاجها، وبعد كده هيبدا الشغل على طول. فبترد عليه وبتقول له انها عايزه. فبطلنا بيقطعها وبيقول لها انه مش هيقدر ياخدها معاه ابدا. فبتقول له اشمعنى انا بقى، جت عليا ولا ايه؟ ما انت هتاخد ثيرون. وقالت له كمان انها اتدربت مع محاربي النبوءه وبقت شاطره في القتال، يعني مش هتكون عبء عليه. فبطلنا بيقول لها ان لو امها عايشه ما كانتش هتوافق. فبتقول له خلاص هروح عند قبرها واعتذر لها على قد ما اقدر، ولكنه بيقول لها انه عايز يطمن انها تكون في مكان امن. فبتحاول تعترض ولكن بطلنا الصايع بيسكتها ببوسه خطف كده. فالبت ساعتها بتتكسف ومش بتقدر تتكلم، وهو بيقول لها انها هتكون اول شخص يزوره اول ما يرجع من سفره، وبيطلب منها تثق فيه وتصبر وتستناه. فبتقول له انها مش مقتنعه ولكن ملهاش قول بعد قول، وطبعا ما تقولش السيد. المهم ان بطلنا بيقول لها طبعا دي خبره السنين. فالبنت بتقول له سنين ايه يا عم انت، احنا عندنا 16 سنه. وبتطلب منه يوعدها انه يرجع لها بالسلامه، وبالفعل هو وعدها انه مش هيتهور وهيحافظ على سلامته. وتاني يوم بطلنا بيكون محتاج يشتري حاجات من السوق، فبياخد حبيبته معاه للسوق يشتروا لوازم السفر من هناك. وهما في السوق ليزي شافت واحده من الالف وكانت واقفه في السوق عند محل من المحلات، وساعتها البنت استغربت جدا، وده لان نادر جدا وجود الف في السوق. لكن كايل كان اكتر واحد مصدوم لان الالف دي مش زي اي الف، لا دي اكسس. وساعتها افتكر كل اللحظات اللي عاشها معاها في المستقبل، وانها كانت بتحبه جدا لدرجه انها قالت له على اسمها الحقيقي، ودي حاجه ممنوع ان الالف يعملوها خالص. المهم انه من كتر الصدمه ما حسش بنفسه، وانه قال اسمها في وسط السوق بصوت عالي، وده شيء خطر عليها جدا. وطبعا بيحس ان اللي عمله ده غلط اصلا، لان في زمنه ده ما كانتش اكسس تعرفه، وعلشان كده هي كانت بتطلع سلاحها وهتخلص عليه. وطبعا كانت متوتره جدا ومستغربه هو عارف اسمها منين وهو مين اصلا. وبطلنا بيمسك ايديها وبيحاول يهديها شويه، وعلشان ما تعملش هيصه في السوق والزحمه دي بيضطر يأمرها بالنوم. ما هو اللي بيعرف اسمها الحقيقي بيبقى سيدها وبتسمع اوامره فورا، وعلشان كده الالف مش بيقولوا اسمهم الحقيقي لاي حد. المهم انها بتنام في حضنه والمشكله انتهت. لكن المشكله الحقيقيه كانت ان ليزي واقفه وراهم بتتفرج على حبيبها اللي حاضن بنت غيرها بالسرعه دي، وهي من وجهه نظرها ان كايل وقع في حب الالف دي علشان هي شكلها جميل، لكن مش جميل يعني لدرجه انه يروح يحضنها وينسى كمان وجودها ويسيبها واقفه كده. لا عيب، مالكش حق. فبتصرخ في وشه وهو بيحاول يقنعها انه عارف البنت دي لما كانت هي بعيده عنه وحس بالوحده، وطبعا هي ما تعرفش ايه اللي حصل في المستقبل. فبتقول له انت بتقول ايه يا عم انت، ما انا جنبك اهو في كل وقت. بقول لك ايه، اعمل حسابك ان انا هسافر معاك ومش هسيبك لحظه واحده، انا قلت اهو. بعدها بطلنا بيرجع بيته وبياخد معاه الالف طبعا، واكيد ليزي مش هتسيبه. وساعتها بيرحب بالضيفه وبيقول لها اسمك اورزا صح كده، وده بيكون اسمها الوهمي المعلن قدام الناس. لكن البنت بتتعصب عليه لانها عارفه انه نده عليها باسمها الحقيقي في السوق، وبتقول له ان محدش يعرف اسمها الحقيقي غير هي وابوها وامها. وفضلت متعصبه عليه وعايزه تعرف هو عارف ازاي اسمها ومنين اصلا. وطبعا هو في الوقت ده مش هيقدر يقول لهم انهم بعد 4 سنين هيحبوا بعض جدا، وان هي اللي هتقول له اسمها الحقيقي بنفسها. وحتى لو فكر انه يقول لها الكلام ده مش هتصدقه. لكن اورزا قررت تقتله علشان ما يقولش اسمها لاي حد، بس هو بيهديها وبيقول لها انه مش هيقول اسمها لاي حد برضه، وبيقول لها ده وعد شرف، وبيعرفها انه هيبقى يشرح لها كل حاجه بعدين. لكن هي ما كانتش مقتنعه بكلامه ده لانه عارف اسمها الحقيقي، وده معناه انه بيتحكم في حياتها وكمان موتها. وساعتها بقى راسها والف سيف انها لازم تصمم على قتله. لكن بطلنا بيقول لها بصي بقى انا مش ممكن اسمح لك تقتليني، ولكن عندي اقتراح كويس، ايه رايك نعمل عقد سحري مع بعض، والعقد ده يمنعني ان انا استخدم اسمك في الشر او اي حاجه تضرك. فبتستغرب اورزا انه عارف العقود السحريه، ودي عقود بتكون بين البشر والارواح، وفي بعض الحالات الخاصه ممكن تحصل بين البشر والالف او 2 من البشر. وبيقول لها بطلنا انه هيكون شرط العقد هو انه ما يقولش لحد على اسمها الحقيقي ولا يستخدمه في الشر ابدا. ولما بيسالها عن رايها بتقول له انت عارف ايه اللي هيحصل لو خالفت شرط العقد؟ فبيقول لها عارف طبعا ان انا هموت. فبتقول له بالظبط كده، انا كمان حياتي بين ايديك. فقررت توافق وتدي له فرصه يثبت حسن نيته، بس للاسف
وللاسف علشان العقد ده يتعمل لازم القمر يكون بدر يعني كامل، وده مش هيحصل الا بعد 3 اسابيع من دلوقتي، وده معناه انها هتفضل عنده في البيت لحد ما القمر يكتمل. لكن بطلنا بيقول لها انه مسافر بكره، فبتقول له انها لازم تكون قريبه منه على طول، فبيقرر انه ياخدها معاه. وتاني يوم الكل بيحضر حاجاته وبيستعد للسفر، وكايل بيودع امه اللي بتفضل توصيه ياكل كويس وياخد باله من نفسه. اما ليزي فقررت تروح معاه خصوصا بعد اللي حصل في السوق، ولما بيمشي بيكون ثيرون مبسوط جدا علشان الجميله أورزا انضمت لمجموعتهم اخيرا. لكن البت بتكبسه وبتقول له انها مش عضوه في مجموعتهم، انما هي جايه معاهم علشان تراقب كايل وبس. المهم ان بطلنا بدل ما بيروح على العاصمه الملكيه في الاول بما ان أورزا انضمت للمجموعه، فبيقرر انهم يروحوا لجبال سنجارد، وبيسالهم تعرفوا اسطوره سنجارد دي؟ فبتقول له ليزي مش دي الاسطوره اللي بتحكي عن مملكه اكزارلس السحريه؟ فبطلنا بيقول لها فعلا، والاسطوره دي بتتكلم عن متاهه الاميره السحريه. لكن صاحبه ثيرون بيقول له يا عم دي مجرد اسطوره يعني حدوته خياليه. لكن بطلنا بيفاجئهم انه معاه خريطه للمكان، وفي الخريطه بتكون الاوضه اللي فيها الكنز واضحه ومحدده. وطبعا صاحبه بيفتكر انها خريطه مزيفه حد ضحك عليه بيها، لكن بطلنا بيحلف لهم انها حقيقيه، ما هو اللي عملها بايده، وده لانه كان في المكان ده في المستقبل. ولكن هيقول لهم ازاي؟ طبعا محدش هيصدقه، والاتنين بيفضلوا يتريقوا عليه. ولكن أورزا بتقول لهم ان الخريطه دي مكتوبه على ورقه من شجره سحريه عمرها 1000 سنه واكتر، وبتقنعهم ان الخريطه اصليه. وبطلنا بيكون مستغرب هي بتساعده على اقناعهم ليه. المهم ان الاتنين اصحابه بيقتنعوا، ولكن ليزي بتقول له ان المكان ده عالي وصعب نوصل له. لكن بطلنا بيقول لها ما تقلقيش لانه عامل خطه، وهي انهم يحفروا نفق علشان يختصروا الطريق ويوصلوا للكنز بسرعه، وكمان هيتجنبوا الوقوع في الفخاخ اللي في كل مكان في المتاهه. وبيقول لهم ان في الغاز كتيره وكمان اسلحه سحريه بتشتغل لوحدها. فصاحبه بيقول له وانت بقى جبت الكلام ده منين يا ابو العريف؟ مكتوب برضو الكلام ده في الخريطه. وساعتها مش بيقدر يقول له انه جه المتاهه دي في المستقبل، لكن بيرد عليه وبيقول له يا عم متاهه اسطوريه هيكون فيها ايه يعني غير الفخاخ والحاجات اللي زي كده، واحنا برضو لازم نخلي بالنا. المهم انهم بيحفروا، وأورزا بتساعدهم باستخدام سحر اسمه روح الارض علشان تدعم النفق وما يقعش فوق دماغهم. وكانت متحمسه جدا وبتفضل تشجع بطلنا وصاحبه انهم يحفروا. وبعد نهايه اليوم بيرجعوا للخيمه بتاعتهم وبيتغدوا من الاكل اللي جهزته ليزي اللي عجبهم جدا جدا، وهي بتقول لهم كلوا لما تشبعوا، الاكل كتير خالص الحمد لله. فبتسالهم أورزا مين اللي اصطاد الدب ده، ولما بتقول لها بتسالها هي استخدمت اي سلاح علشان تصطاده، ولكن بطلتنا بتقول لها انها اصطادته بايديها بس، ودي حاجه كمان سهله جدا بالنسبه لها. وساعتها بتنبهر خالص من قوتها دي. وتاني يوم راحوا يكملوا شغل في النفق، وفي وقت الراحه بتروح أورزا تسال بطلنا هو ليه بيعمل كل ده وتعب نفسه كده ليه برضه علشان يبقى بطل. وبتقول له جايز صحابك مصدقين كلامك علشان هم واثقين فيك، ولكن انا مش بثق فيك خالص. وهي مستغربه هو ليه يستحمل كل التعب والبهدله دي من غير اي سبب. وبتساله على الختمين اللي لابسهم على طول في التدريبات، فبيقول لها ما شاء الله عليك نبيهه ومركزه خالص. وبيعرفها ان كل خاتم منهم بيزود وزن جسمه مرتين او 3، وبيعرفها انه بيحاول يحسن من لياقته البدنيه. فبتقول له هو اللي انت بتعمله ده ليه علاقه بمعرفتك باسم الحقيقي؟ وساعتها بيتزنق وكان هيضطر يحكي لها، ولكن ربنا بيسترها وبيظهر الكنز في نفس اللحظه دي. فبيقول لها انده ليزي وثيرون، والعيال اول ما بيشوفوا شكل الكنز اللي عامل زي جبل من الذهب بينبهروا من الكميه الضخمه من الفلوس والذهب دي. وصاحبه بيدخل يرمي الفلوس على نفسه وبيقول ذهب وياقوت ومرجان احمدك يا رب، والله انا خايف عليه لا يتجنن الواد ده. وهم بيقفوا يتفرجوا عليه وقلقانين انه يتجنن من كتر الفلوس فعلا. وبيستغل بطلنا فرصه ان البنتين مشغولين بالفرجه على ثيرون وتصرفاته، وبيخلع بالراحه من جنبهم وبيروح يدور على كنز اغلى بالنسبه له. وفعلا في مكان تاني بيشوف السيف السحري الاسطوري اللي كان معاه في كل معارك المستقبل. ولما بيقرب على السيف بتظهر روح بتقول له انها منبهره ان في بشري قدر يوصل للمكان ده. ولحد هنا بتنتهي حلقه النهارده من حكايه الساحر كايل وملك الشياطين. فيا ترى الروح اللي ظهرت دي روح السيف الاسطوري ولا روح اميره المتاهه؟ هو ده اللي هنعرفه اكتر في الحلقات الجايه ان شاء الله. فما تنساش بقى صديقي تكتب لي كومنت كده بتوقعك ورايك ايه في حلقه النهارده، ونتقابل بقى في حكايات اجدد واجدد. سلام.